إذا سوينا كاس عالم الموبايلات تتوقعون أي هاتف راح يفوز؟ بهذا الفيديو راح استعرض لكم أفضل هاتف بكل فئة سعرية، ونبدي بفئة الأقل من $100 اللي الصراحة المنافسة بيها قليلة جدا. وبهاي الفئة عندنا هاتف يفوز وبجدارة اللي هو هاتف الريلمي C35s اللي سعره $79 اللي هو تقريبا 120 ألف دينار عراقي. أنا أشوفه من أفضل الموبايلات الموجودة بهاي الفئة السعرية. صحيح ما راح ينطينا مواصفات قوية، لكن مواصفاته مقبولة وجيدة بالنسبة للسعر اللي يجي به الهاتف. وأما عن فئة الأقل من $200 يفوز بها هاتف من شركة إنفينكس. صراحة هذا الهاتف أثبت وجوده بين كل المنافسين وحقق مبيعات قوية جدا. هذا الهاتف هو الإنفينكس نوت 12 اللي اجى بمعالج الجي 96 اللي يعتبر أفضل معالج بهاي الفئة السعرية، وإجا برام 8 جيجا وبشاشة أموليد وبوضوح جيد جدا. كل هذا وبسعر $165 تقريبا 250 ألف دينار عراقي. كل هاي المواصفات بهذا السعر خلت الهاتف يفوز بأفضل هاتف بهاي الفئة السعرية وبجدارة. وهسه وصلنا الأكثر فئة بها منافسة ومنافسة شرسة جدا اللي هي الفئة الأقل من $250. صراحة كان اختياري بهاي الفئة صعب جدا لكثرة الأجهزة الموجودة، لكن ظليت أبحث إلى أن وصلت الأكثر هاتف صراحة يستحق يكون ملك هاي الفئة السعرية، واعتمدت على القيمة اللي يقدمها الهاتف بمقابل السعر. وفاز ويانا هاتف الريدمي نوت 11 برو نسخة ال 5G. هذا الهاتف مميز جدا. ليش مميز؟ لأن يجي بشاشة أموليد بدقة عالية وبتردد 120 هرتز وبسرعة شحن 67 واط وبدقة كاميرات 108 ميجا بكسل. ومو بس هيك، الهاتف يجي بمعالج سناب دراجون 695 اللي ينطينا أداء قوي صراحة وبسعر $240 اللي يعادل بالعراقي 364 ألف. وأما عن فئة الأقل من $350 صراحة هاي الفئة السعرية ما لقيت بها هاتف يستحق نختاره، لأن الهواتف الموجودة تفرق بالمواصفات شيء بسيط جدا عن هواتف فئة $250. لذلك راح نقفز الفئة $400. وهاي الفئة السعرية صراحة الاختيار بها صعب ودوخني، لأن ما لقيت الخيار المناسب لكثرة الأجهزة المطروحة من قبل الشركات بهاي الفئة السعرية. بس بالأخير صفيت على هاتف أكيد أكثركم راح يوافقنا الرأي. الهاتف هو الهونر 70 اللي يعتبر هاتف فخم ومميز من حيث التصميم أو الأداء. الهاتف يجي بشاشة منحنية رائعة وبكاميرات قوية بدقة 54 ميجا بكسل بحساس فلاجشيب ومعالج سناب دراجون 778 اللي يعطينا أداء جدا قوي بالألعاب أو بالمهام اليومية. الهاتف قدر يفرض نفسه على كل الهواتف بهاي الفئة السعرية ويكون مميز بيناتهم، ويستحق بجدارة يكون أفضل هاتف بهاي الفئة السعرية. وهسه وصلنا لفئة الأقل من $550. هاي الفئة اللي سيطرت عليها بالفترة الأخيرة الشركات الصينية وقدمت لنا هواتف قدرت تحارب بيها الهواتف الفلاجشيب. ومثل ما عودتنا كل سنة شاومي هي اللي تسيطر على هاي الفئة السعرية، وهالسنة قدمت لنا شاومي هاتف فاق كل التوقعات ويستحق بجدارة يكون ملك هاي الفئة السعرية. الهاتف هو الشاومي 12 تي برو. هذا الهاتف اللي اجى بمواصفات خيالية واحرج اكبر الشركات بالقيمة اللي اجى بيها مقابل السعر. الهاتف يجي بكاميرا 120 ميجا بكسل وسرعة شحن 120 واط وشاشة أموليد فائقة الوضوح بمعدل تحديث 120 هرتز وبمعالج سناب دراجون 8 بلس. هذا المعالج ينطينا أداء قوي جدا جدا وموجود بهواتف الفلاجشيب كل هاي المواصفات، وبعد خلت الهاتف يستحق وبجدارة يكون ملك هاي الفئة السعرية. وهسه صار وقت نجي لفئة الفلاجشيب اللي أسعارها تبدي من 900 وفوق. والصراحة المنافسة بهاي الفئة شرسة ومسيطرة على السوق. عندنا بالعراق شركتين فقط اللي هن سامسونج وأبل، وشفنا هواي شركات دخلت على خط المنافسة، لكن للأسف فشلت فشل بالسوق العراقي. والهاتف اللي يستحق يكون ملك هاي الفئة السعرية وبجدارة هو السامسونج S22 ألترا. هذا الهاتف اللي مميز من كل النواحي
ويجي بعتاد خارق وبكاميرات خيالية وبسعر $950 فقط، مع ضمان من سامسونج استبدال الشاشة لمدة سنة مجانا. صراحة صعب جدا تحصل على هاتف يجي بهاي المواصفات بهذا السعر. وهنا راح تقولوا لي ليش ما ذكرت هاتف الايفون 14 برو ماكس بهاي الفئة؟ اول شيء الايفون 14 برو ماكس خيب ظن الجميع هاي السنة، للأسف ما اجى اي مواصفات جديدة هذا العام. ثانيا سعر الهاتف المرتفع جدا اللي عندنا بالعراق سعره تقريبا $1600 خلته خارج المنافسة. هذا كان ملخص لأغلب هواتف الفئات السعرية ورأيي بيهن، وكتبوا بالتعليقات أفضل هاتف من وجهة نظركم. في أمان الله.